مراد قريلان يهدد بمهاجمة بيشمركة كردستان خلال برنامج على قناة سيك تيفي الباكاكية في أوروبا. أدلى عضو اللجنة التنفيذية للباكاكا وقائد القيادة المركزية لنباكا مراد قريلان ببيان قيم فيه الحرب بشكل خاص، وقال: سنهاجم قوات البيشمركة. وحاول جاهدا تبرير وشرعنة هذه التهديدات. خلال اللقاء قال قريلان في العديد من النقاط بأنهم سيهاجمون قوات بيشمركة كردستان، وقال: إذا اندلعت حرب بين الجريلا والبيشمركة وانتشرت فلن تنتهي هذه الحرب لسنوات، فيبدو أن الباكاكا قررت شن حرب شاملة، وأنها لن تكون هجمات موضعية كعام 21، بل ستكون هجمات مستمرة وحربا شاملة، مؤكدا أن هذا هو نداءهم الأخير. وزعم قريلان أنهم أي البيشمركة يغلقون كل الطرق، وبرر بأن هذا سيكون سببا للحرب. ووصل قريلان حديثه زاعما أن هناك مقاومة كبيرة تجري في زاب، والدولة تركيا عالقة فيها، وأن الديمقراطي الكردستاني يساعدها. لكن الحقيقة هي أن كلام قريلان هذا لا علاقة له بالوضع الحقيقي في ساحة المعركة. فقوات هبكة التي يديرها قريلان تركت عموم المناطق التي كانت تحت سيطرتها منذ الثمانينيات والتسعينيات منطقة تلو الأخرى للجيش التركي، ولم تعد هناك حرب على حدود باكور كردستان وإقليم كردستان كذلك، بل هناك حرب تدور ريحها اليوم على مشارف مدن آمدي ودير لك وشيلادزي وآكري ودهوك. أما وادي زاب والجبال العالية المحيطة به فواقعة فعليا تحت سيطرة عساكر الأتراك. وجرت الباكاكا حربها هذه إلى أطراف مدن إقليم كردستان، ويستشهد القرويون بشكل يومي وتحرق بساتينهم ومزارعهم، ولا تريد الباكاكا أن يتدخل أحد في هذا الأمر. ظلت الباكاكا تردد منذ فترة طويلة مزاعمك البيشمركة يهاجموننا بملابس الجنود الأتراك، لكنهم لم يوثقوا هذه الأكاذيب بأي دليل ولو بسيط حتى الآن. ويطالب العديد من الأطراف الكردستانية إثبات هذه الأكاذيب، وتقول إنه لو حدث مثل هذا بالفعل لكان عموم شعب كردستان قد علم به. لكن قريلان أصر: هناك أشياء لا نريد أن نقولها الآن، لدينا الوثائق لكننا لا ننشرها. لكن الباكاكا ومن خلال مأجورين على وسائل التواصل الاجتماعي صورت البيشمركة وكأنهم جنود أتراك، بل حتى سنوات مضت وصل الاستهتار بقريلان أن يدعي البيشمركة سرقت حميرنا وبغالنا، لذلك لو كانت لديه أي وثيقة لكان قد نشرها منذ أعوام. يصور قريلان نفسه من خلال تصريحه كالمغدور، وذلك من أجل شرعنة اعتدائهم على بيشمركة كردستان. ورغم محاولات قريلان الحثيثة لإظهار نفسه كملاك بلا أجنحة، إلا أن خطط الباكاكا ومؤامراتها في طعن إقليم كردستان من الظهر واضحة لا غبار عليها. لو كان قريلان وطنيا حقا فلماذا جعل من شبيبات الكرد عساكر في صفوف أعداء الكرد الحشد الشعبي؟ ولماذا تحالف مع الأطراف العربية المناهضة المعادية لكردستان في العراق؟ ولدى مهاجمة الجيش العراقي على كركوك قال: لن ننحاز لأي طرف، وبعدها تواطأ وتعاون مع الدولة العراقية. ولماذا عندما طلب منهم البيشمركة مغادرة تلال آمدي وقمم كيستا وأماكن أخرى حتى لا تقع تحت سيطرة الأتراك المحتلين، عدت الباكاكا هذه المطالب سببا لاندلاع الحرب؟ ولماذا تصر الباكاكا بل وتتهالك من أجل ربط شنغال ببغداد وفصلها عن كردستان؟ فقادة الباكاكا وخاصة قريلان رغم خياناتهم يريدون أن ينظر إليهم الشعب الكردي كملائكة، لكن جبهة قريلان وأتباعه مختومة بختم الخيانة. خلال حديثه قال قريلان: إنهم يعلمون أننا لا ننضم إليهم، لذلك يغلقون كل الطرق. والحقيقة هي أن الباكاكا منذ عام 19 وفور تأسيس قوة حماية الجنوب قد أعلنت الحرب على إقليم كردستان. ولغاية عام 20 استشهد 13 من البيشمركة وأصيب العشرات منهم، وتم تفخيخ طرق البيشمركة وزرعها بالألغام في كثير من الأحيان. واغتيل 2 من قدامى البيشمركة هما غازي صالح آل خان ومحمد ميرزا صوفي. استهدفوا مخيمات الكرد الإيزيديين بالتفجيرات، أثاروا الفوضى والاضطرابات، تم اختطاف القرويين وباتوا مجهولي المصير. وعلى الرغم من كل هذه الممارسات العدائية فسبب عدم اندلاع أي حرب يعود لمواقف الرئيس مسعود بارزاني وتقاربه الحساس والشعوري بالمسؤولية الوطنية تجاه الموضوع. في الجانب الآخر نرى الباكاكا على أتم الاستعداد لمهاجمة مكتسبات إقليم كردستان بأي ثمن كان. صدر قرار الباكاكا بمهاجمة قوات البيشمركة في فصل الشتاء،
كانت حسابات الباكيكا مبنية على أساس خسارة أردوغان في الانتخابات، ولو حصل ذلك لكانت الباكيكا قد أدامت هدنتها وقف إطلاق النار الذي أعلنته شباط الماضي، ولا شرعت في شن حرب عسكرية ضد إقليم كردستان. لكن الرياح لم تجري بما اشتهته الباكيكا، لذلك قررت تأجيل الحرب لغاية الخريف. حاولت الباكيكا تهيئة الأرضية للهجوم على البشمركة خلال شهر تموز بأكمله. فيا ترى هل هذا قرار الباكيكا إن سياسة حصار واحتلال وتدمير إقليم كردستان إن أمكن هي مخطط الدول الاستعمارية في المنطقة؟ وقد تم اتخاذ خطوات كثيرة في هذا الاتجاه العام الماضي، وما مخطط الباكيكا وحربها ضد إقليم كردستان عنها ببعيد. على مر تاريخها لم تبدأ الباكيكا بأي تحرك دون تلقي إشارة من طرف مظلم، كما كانت هجمات الباكيكا على إقليم كردستان في تسعينيات القرن المنصرم جزءا من هذه الخطة. وهذا ما يذكرنا بوضوح بالقفزة الثانية لل15 آب. رغم امتلاك إقليم كردستان لبرلمان خاص به عام 95، إلا أنه لم يكن يتمتع بعد بواقع رسمي. كان قد تم الإعلان عن أراضي إقليم كردستان كمنطقة حظر طيران فقط، وكان الإقليم يعاني مشاكل بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والوضع الاقتصادي المنهار. فمن ناحية إيران وفي الجهة الأخرى العراق وتركيا كانوا يمارسون ضغوطا كبيرة. كانت سلطات الإقليم تكافح من أجل البقاء واقفة على قدميها، ولم تهاجم أي قوة إقليمية بشكل مباشر وباسمها. وتم بذل العديد من المحاولات لتأليب الكرد ضد بعضهم البعض. خلال هذه الفترة كلف المستعمرون الباكيكا مهمة مهاجمة كردستان. يالتشنكوتشو لم يغادر ظل وجلان في دمشق. من جانبها وعدت إيران بتقديم مساعدات لوجستية للباكيكا. على إثرها قام أوجلان بتنظيم شباب الكرد الذين انضموا لرفوف حزبه من أجل كردستان حرة ومستقلة تحت اسم لواء بروس، وهجموا سواتر وجبهات البيشمركة في 26 آب 95. بدأت عملية جديدة في زاب، وهجمت الجريلا الذين كانوا تحت إمرة علي حيدر قيتان أي فؤاد درسم إقليم كردستان. هناك تشابه كبير بين الأوضاع تلك والوضع اليوم، ويتم ترويض الباكيكا لهجوم جديد ضد إقليم كردستان. ومن الآن فصاعدا ستتعظم هذه العملية، ورغم أن قوات البيشمركة تحاول تجنب هذه العملية بكل طاقتها وقوتها، إلا أن الباكيكا لن تتخلى عن قرار الحرب باعتبارها المسؤولة عنه. لذا ينبغي على الشعب الكردي أن يتخذ موقفا صارما تجاه قرار الحرب هذا للباكيكا. وبادئ ذي بدء ينبغي على أهالي آميدي ودير لقواشي لدزه أن يقولوا للباكيكا كفى. فالباكيكا أصبحت أساسا لدمار متواصل للكرد وكردستان.